يا مساء الفل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بكل صحة وخير وسعادة. النهاردة موبايل أنا فعلا حبيته. كنت بحب الجيل اللي قبله، ولكن الموبايل المرة دي عمل تحسينات جامدة، وهو الريلمي 13 برو بلس، السلسلة اللي بتديك فعلا قيمة مقابل سعر، وبتسمى سلسلة الفلاج شيب كيلر. مش هنتكلم كتير ويلا بينا نبدأ الفيديو. أول حاجة هتلاحظها في التصميم هو إن الموبايل جاي بحواف مختلفة عن السنة اللي فاتت. شكل الإيدج مختلف شوية، وتحس كده في راوندات في الجنب شكلها لطيف جدا. كمان الموبايل سمكه بقى أقل بكتير، يعني من الآخر تقدر تقول إن ماسكة الموبايل فعلا بقت محترمة وجميلة جدا. وعندنا هنا لون جديد، لون سيراميك كده جاي معرق بلون دخاني. فعلا شكل الموبايل جميل والتصميم عجبني هنا جدا. موجود منه النسخة الجلد بألوانها، ولكن أنا حبيت الشكل الجديد ده. الشاشة هنا طبعا من نوع سوبر أموليد 1 بليون كلر 120 هرتز ريفريش ريت، وبتوصل لحد 2000 نتس في البيك علشان تقدر تاخد تجربة مشاهدة ممتعة، وشاشة فعلا ألوانها مشبعة. كثافة البكسلات 394 بكسل في البوصة الواحدة. وعندك هنا طبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس 7 اي، ودي طبقة حماية قوية أقوى من الجيل السابع علشان تحميلك الموبايل من الخدوش. والخامات هنا خامات زجاجية، وظهر الموبايل بيجي من الإزاز مع مقاومة مية بمعيار IP65. وطبعا معالج قوي جدا من شركة كوالكوم سناب دراجون 7S جين 2، المعالج اللي هيديك تجربة كويسة جدا في الألعاب والاستخدامات العادية، وتقدر تلعب الألعاب التقيلة بفريمات عالية ما عندكش أي مشكلة. مع اندرويد 14 واجهة ريلمي UI 5.0، الواجهة اللي جاي فيها خصائص ال AI بشكل قوي جدا، واحسن من موبايلات في فئه سعريه اعلى. تقدر بسهوله تشيل اي حد من الصوره، او تضيف حاجات على الصوره، او تعمل تعديلات على الصوره براحتك. وطالما اتكلمنا عن التصوير، نتكلم بقى على الكاميرات. عندك كاميرتين 50 ميجا بكسل بمثبت بصري وفتحة عدسة 1.9، والكاميرا التانية 50 ميجا بكسل، ودي علشان البيريسكوب، وعلشان تديك تقريب لحد 120 اكس ديجيتال و3 اكس اوبتيكال زوم. وطبعا بتقدر تصور 4K، وعندك الكترونيك ايمج ستابلايزيشن علشان تاخد تثبيت كويس. وعندك كاميرا سيلفي 32 ميجا بكسل، وكمان بتقدر تصور 4K وفيها مثبت الكتروني. وعندك هنا بقى كمان في التصوير حاجه جديده ومختلفه، وهي ان المستشعر هنا من سوني مزدوج، يعني بيقدر يديك تجربه تصوير معززه، يعني يقدر يديك معالجه للصور تاخد ضعف الجوده. وعلشان كده الصور زي ما انتم شايفين قادره تطلع بتفاصيل كويسه جدا، وتقدر تديك درجه الوان تكاد تكون حقيقيه تماما. فتجربه التصوير هنا مع ريلمي 13 برو بلس هتكون تجربه مختلفه. والموبايل بيجي ب 12 جيجا رام مع 512 جيجا ذاكره، وطبعا بيجي بستيريو سبيكر بصوت محيطي كويس جدا، ولكن طبعا ما فيهوش مدخل 3.5. نيجي بقى لنقطه قويه جدا، وهي البطاريه. البطاريه هنا 5200 ملي امبير مع شحن صاروخي 80 واط، بيشحن موبايلك 50% في 19 دقيقه، وتقدر تشحن البطاريه من 0 ل 100% في 49 دقيقه بس. التجربه العامه للموبايل، اقدر اقول لك ان الموبايل شكله كتصميم شيك جدا، من حيث شكل الكاميرات اللي جاي ببروز خفيف مع لون ذهبي مدي شياكه وقيمه عاليه جدا للموبايل، مع تجربه كاميرات مزدوجه تقدر تقول ان هي بتديك افضل كاميرا في الفئه السعريه دي، غير طبعا الشاشه اللي درجه وجوده الوانها كويسه جدا. وطبعا السوفت وير مش هنتكلم، لان ريلمي من الشركات اللي السوفت وير بتاعها ثابت وقوي جدا. فانت هنا واخد خلطه كويسه جدا لموبايل يعتبر فلاج شيب كيلر. لو بتسالني عن رايي، اقدر اقول لك ان الموبايل ده وانا مرتاح جدا، هو من افضل الموبايلات اللي تحت 20,000 جنيه، وتعتبر الفئه دي ما بتاخدش فيها حاجات كتير. انت هنا واخد الذاكره والتصوير والتصميم وسرعه شحن وبطاريه كبيره. وبشكركم، يا رب ما اكونش طولت عليكم. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو عندك اي استفسار تقدر تسيبولي في الكومنتات. واشوفكم في فيديوهات جايه. سلام.